بتدعك في بعض يعني يعني باستمرار بتلاقي في نتائج يعني تقدر تقول ان فيها مثلا يعني مش زي ما كنت متوقع. فدي بتدي فرصة ان الأندية تقدر اللي عنده استعداد كويس واللي عنده النفس الطويل. دايما الدوري بيتقال عليه ان هو زي الماراثون، يعني اللي عنده قدرة على انه يستمر كويس لفترة طويلة هو ده اللي هيصعد. حضرتك في مثلا كمثال السنة اللي فاتت احنا الاربع فرق الاولانيين فرق 4 بونت بين الاول وبين الرابع. صح. وبعد كده 10 بونت بينه وبين اللي بعد كده. فيعني معناها اللي هيستمر وهيبقى عنده قدرة على المنافسة لفترة طويلة وعنده استعداد، عنده فريق يعني في عدد مناسب كويس، ده اللي هيقدر يعني يوصل لنتائج افضل. انما الماتشات الاولانيه هي بيبقى صعوبه مثلا في الفرق اللي ما استعدتش كويس، اللي لسه ما جهزتش، اللي لسه يعني مثلا في اي فريق في عدد كبير من اللعيبه الجداد لسه ما دخلوش في بعض كويس، لسه التناغم لسه ما كان لسه مش موجود ان يبقى الفرقه اخذت على بعض بشكل كويس. هي دي اللي بتعمل اختلاف شويه في النتائج في الاول. انما عنده فرصة تانية انه بيستعد لغاية فترة يعني انه ينجح تاني يعني. فانا مش مع بس ان النتيجة لازم الاول لازم ايجابية. دايما انا احب ان ما يبقاش اللعيب طول الوقت تحت ضغط. طول الوقت تحت ضغط. انا عايزه يعني لسه كانوا بيسألوا مستر ارسن فينجر ده اللي هو بتاع الارسنال اللي هو خبير الاتحاد الدولي، بيقول ان لقطاع الناشئين بيسألوا ان يبقى في 40 ماتش للقطاع الناشئين، دي حاجة كويسة. فقال لهم بالكتير المفروض ان يبقى في 25 ماتش بالكتير عشان يبقى في فرصة للتعليم يا كابتن باهي. أيوه. انت حضرتك لما يبقى سبت وثلاث ودي فرق كلها محتاجة ان انت تصلح وتحسن الوضع. فالعدد الكبير من المباريات انا مش بس ان انا مش ضده، انا نفسي ان تبقى فيها اتزان شويه. عشان انا احب ان تخيل انت بتلعب، احنا لعبنا 5 مباريات في 14 يوم السنه اللي فاتت. في الموسم اللي فات 5 مباريات في 14 يوم، يعني معناها يوم بتلعب يوم خفيف او تمرينتين خفاف وبعد كده بتلعب الماتش اللي بعد منه. ايه هو التعليم والتوجيه اللي انت بتعمله في خلال يومين؟ ايوه، بالذات لفرق محتاجه توجيه وتعليم باستمرار. طيب. فدي حاجه مش من وجهه نظري مش هي دي الغرض. ان انت دايما يبقى في تحسين، التحسين يبقى تحسين بالهوا كده، هيشموا الهوا هيتحسنوا. طب انت الاسبوع اللي فات طبعا جمعت مباراه وديه مع سمارت كانت مباراه قويه جدا. وتعال نشوف تقرير عن المباراه ونرجع نتكلم عنها بعد الفاصل.